لا انت زي الاهلي ولا وضعك زي الاهلي ولا امكانياتك زي الاهلي، انما انت طالع بتقلد وخلاص، وحاطط سرينه ووراها العلم وخلاص صوره، انما ما حاططش سرينه بتدي صوت زي الاهلي. انت بتقلد تقليد وخلاص، وما حاططش حاجه كمان على العنوان من فوق علشان حد يفهم حاجه. اي حاجه مفيش، هو تقليد اعمى وخلاص. عمرو الدرديري منزل على صفحته صوره السرينه ووراها صوره نادي الزمالك، علم نادي الزمالك فقط لا غير، مفيش غيرها. في ايه؟ عارفين ان احنا السرينه دي اللي بوكس داخل نادي الزمالك اللي مضافي، واخر بوكس كان داخل كان ياخد فتوح من نادي الزمالك، او يعني عايزين يعني صوره ننزلها على ايه؟ الله اعلم. هو تقليد وخلاص، ولا دي سرينه لايقاف جديد لنادي الزمالك؟ ما علينا. خلوا عمرو الدرديري على جنب، هو والصوره بتاعته، وعارفين دماغه وعارفين دنيته، مرتاحه الدنيا معاه. خلينا فين؟ خلينا في الكلام اللي محدش طلع يكذبه من اداره نادي الزمالك ولا اي حد في نادي الزمالك. زيزو مع ابراهيم فايق، كل الكلام اللي قاله مفيش حد طلع كذبه ولا قال له انت بتقول ايه، ولا الكلام بتاعك غلط، ولا انت طالع من نادي الزمالك بالكلام ده ازاي وهو ما حصلش او حصل او ايا كان. مفيش رد فعل لا من فوق ولا من تحت ولا اي صوت سامعينه لاداره نادي الزمالك في اللي قاله زيزو. كل اللي قاله زيزو ان اداره من 6 سنين من وقت ما كنت موجود وانا شايل الفرقه لوحدي. يعني حتى اللي بيقولوا عليه الاسطوره شيكابالا اعتبروه مش موجود. اصل ده مش قائد، ده قائد فرقه حسب الله، مش قائد فرقه نادي الزمالك. هو بيدور على مصلحته هو التاني فين، وملهوش دعوه باي حاجه، ليه يلم وخلصنا. زيزو قال لك كل حاجه تعلقت بيه في ال6 سنين اللي فاتت لغايه ما وصلت بيه ان هو نادي بيبعت ان هو هيدفع فيه 6 مليون دولار والموضوع منتهي وما رضيوش يبيعوه. ورجع تاني نادي تاني بعت فيه 5 مليون دولار وما رضيوش يبيعوه. ونادي تاني في اخر 8 شهور قال لك هنبعت، وبعته في 2.5 مليون دولار على اخر 6 شهور. يعني كان فاضل له شهرين ويبقى فري والموضوع منتهي. وبرضه يعني الكلمتين اللي طلعوا ان هم كذبوه راحوا مطلعين الجوابات اللي جات من نادي الشباب السعودي ان هو فعلا بعت عرض رسمي والموضوع كان خلاص شبه نهايه، وما رضيوش اداره الزمالك ان هم يعملوا فيه حاجه ولا يبيعوه والموضوع انتهى. في حد تاني طلع كذب كلام زيزو؟ محدش كذب كلام زيزو، وفعلا اثبت كل الكلام اللي كانت اللعيبه بتاعت نادي الزمالك اللي بتسيب نادي الزمالك بتقوله. ده طلع واكده وجاب النهايه ان نادي الزمالك نادي فاشل، ادارته فاشله، وكل ما فيه فاشل حتى اللعيبه فاشله. هو شكر بصراحه في حاجه واحده، ان الجمهور اللي هو كان السليم الوحيد، بس بعد كده طبعا الجمهور مسيس وماشي ورا كلامهم بعد ما طلعوا عليه الاشاعات وان ابوه طالب فيه في ملايين وعايز ياخد هو ملايين، في الوقت اللي قال لك ان انا كنت خلاص هوقع لنادي الزمالك وهنخلص باقل من 50 مليون جنيه. يعني الموضوع كان معاه منتهي. انما لقي اللعبه بتاعت نادي الزمالك ان هو عايزه، ان هو هيمضيه ومش هيديله فلوس، وكان اللعبه اللي هيلعبها عليه ان هو هيبيعه لنادي تاني بره وياخد الفلوس من هنا ويقول له اتفضل خد الفلوس بتاعتك واتفضل اطلع على النادي اللي احنا تعاقدنا معاه. ده اللي كان هيحصل. ابوه لقي اللعبه دي قال لك لا، انا ابني ما يتباعش الا بعد سنه بعد عقده الجديد مع نادي الزمالك. طبعا هم وافقوا وقالوا لك لا، وقفت القصه والليله وخلاص بقي زيزو فري، والموضوع فشل من اداره نادي الزمالك في ان هم يجددوا لزيزو، والموضوع بالنسبه لهم انتهى وانتهى لزيزو، ومحدش طلع يكذبه. اجمل ما في الحوار او في نهايه الحوار بيسال ابراهيم فايق زيزو، بيقول له النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، قال له حضرتك انا رحت النادي الاهلي لان عايز اخد بطولات. فكرني بالكلمه دي بواحد كان عايز يروح علشان خاطر الطموح راح لنادي الطموح بتاعه. يعني بصراحه فكرني بيه، قال لك انا عايز بطولات، انا خدت دوري واخدت كاس، انا عايز اخد دوري واخد كاس تاني، وعايز اخد دوري ابطال افريقيا اللي ما اخدتوش. ده كلام واضح وكلام بسم الله ما شاء الله بيثبت لك فعلا اللعيبه المحرومه من البطولات اللي ليها اسم وتوصل للعالميه وتبينك وتظهرك فعلا في البطولات اللي بتودي ليها. قال لك عايز اخد بطوله افريقيا، وعايز اوصل العب في كاس القارات، وعايز العب في كاس العالم للانديه، وعايز اخد بطولات ما اخدتهاش. فما فيش غير الاهلي
اللي انا اخد معاها البطولات دي. ده كان الكلام، والكلام اللي فعلا يشرف النادي الاهلي ويشرف جمهور النادي الاهلي في الكلام اللي قاله زيزو مع ابراهيم فايق، واللي ختم بيه برنامجه مع ابراهيم فايق. عاش الاهلي وجمهوره الاصيل.